صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله الحاجه لاله فاطمه ان شاء الله بغات تشارك معكم واحد الطريقه كديرها مع الصباح. كديرها تخلطها مع زيت العود. ما كطحنها ما والو، كتخليها غير بحال هكا. هادي غنوريها لكم شناهي. نكتب لكم هادي زعيطره. هادي زعيطره ماشي داك الزعتر العادي، الزعتر اللي وريقاتهم صغيورين. شوف شكلهم كي دايرين، هادو زوينين وريحتهم ما نقولش لكم كي دايره واعره. دائما الحاجه مع الصباح ضروري في الطبيسيل ديالها كتلو هاد الزعيطره بحال هكا. اكيد من غتجيبوها من عند العطار خاصكم تغربلوها، كيكون فيها وتنقوها عاد ديروها في هاد القريعات. وهذا السانوج، فالسانوج الحبه السوداء يعني راه معروفه، الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بها وتوصى بها، يعني كان كياكلوها الناس. فضروري كدير واحد الحبيبات بحال هكا حتى هما وكتلوحهم. هذه ديما في الصراحه كتكون اتغرب ليها، كتكون نقيه. شوف شكلها تبارك الله كي كتبان، هذاك السواد ديالها. شوفوا هنا، شوف شكلها كي كيبان تبارك الله. هذه حتى هي مزيانه. هذه راه كيرقوا بها الناس، هذه راه كيرقوا بها الناس. كيديروها في التمر، في التمر يديروها 7 الحبات في التمر، وكيديروها في زيت العود حتى هو قاريه عليه، حتى هو مرقيه غير بوحدك. وكدير داك التمر كديريه تغطسيه في داك زيت العود، وفي الليل كتاكلي داك 3 التميرات ولا 7 ديال التميرات. دائما يكون يا اما 3 يا اما 7، وكدير فيهم هاد الحبه السوداء. يعني من غير الطريقه اللي كديرها مع الصباح كديرها مع زيت العود هما ب3. وهنايا هنا راه زنجلان هنا البلدي، ها هو منقياه. كتغسلو في الاول وتحمرو عاد تنقيه، ماشي باش ما ترجعش ثاني تعاود ثاني تنقيه، تاكد حتى الاخر. شوفوا شكلو كي داير حتى هو تبارك الله. هاد البلدي ديال المغرب، حيت كاين داك ديال المصريين وديال الاتراك وديك، ولكن هذا ديال المغرب هو اللي زوين. شوفوا شكلو كي داير. فهادو في حقيقه زوينين. الواحد مع الصباح ينوض ياخذ منهم شويه شويه ويديرهم في زيت العود. وكاين اللي كياخذ هاد الحبه السوداء مثلا كل مره مثلا يهز واحد 2 حبات 3 4 ويدوزهم معاه شويه ديال الماء مزيان. هاد الزعيطره حتى هي راه مزيانه اللي فيه الوجع حسن. هو هذا سبحان الله صغير، ولكن المنافع ديالو حسن من الزعتر الكبير. الزعتر الكبير ممكن نديروه، ولكن مع زيت العود هذا هو اللي كيليق. شوفوا شكله كي داير الخضوريه تبارك الله كي شوف شكله. هنا الكاميرا هي بيناتو مزيان. وكيكونوا هاد الوريقات ملي كتمشي عند العطار كتقول ليه الزعيطره، راه كاين اللي ما كيعرفهاش اصلا، كيعطيك داك الزعتر العادي، ولكن هاد الصغيور راه هو اللي مزيان. وشكله حتى كيكون زوين. شوف تبارك الله كيفاش كيبانوا. ايوا مع الصباح تهزيهم في هذه او تحطيهم في الطبله. اللي ما بغاش يديرهم في زيت العود كيكون اختيار، اللي بغى يديرهم راه تعطيه يحطهم، واللي ما بغاش راه ما بغاش. ولكن هما الافاده ديالهم مزيانه الصراحه وزوينين. وتا هاد القريعات تا هما زوين بحال هكا، كيحافظوا عليهم حسن وكيكونوا ساهلين. كتبغي تحليهم احسن من القراعي الاخرين، وكيبقاو شادين الحاجه مزيانه، ماشي كيبردوها ولا شي حاجه. يلا صباحكم مبروك، ونتمناو حتى نتوما تكون هذه عاده عندكم من الصباح ديروها مع زيت العود. وخصوصا الا كان زيت العود اللي ديال بصح اللي كيكون مطحون وديال المغرب وزوين. فالصراحه كيكون المذاق ديالو زوين، وحتى الفطور كيكون طالع زوين. يعني ماشي بنادم غير الزبده والكوفيتير وداك الشيء ديال التخربيق، راه ما كاين ما احسن من هكا زيت العود وهذا الشيء اللي معاه.